AM Sport. بايتور لوبيز الثلاثي في وسط الميدان، ياسر مجرشي من اليمين، ايوب الاخضر من اليسار، وانتوني اكوبوتو في خط المقدمه. زيلي روبرتو اوليفيرا بالنسبه لنادي جدة الذي كان في منتصف الموسم يبحث عن البلاي اوف. تمريره جميله من المدرب الذي يبحث عن البقاء من خلال هذا الموسم. كرة وصلت الان، فيصل ابو بكر بلمسه، محمد الحارثي، كرة في اليسار، البرابة عظيم يحاول لمصلحة البحار الآن، تمريرة جميلة الآن وترى في هذا اللقاء والذي يبحث عنها عبد الإله البريف. تمريرة من البريف في اليمين، وسام هوساوي الكرة بتمريرة لعبد الإله البريف. البريف فضل التمرير في اليمين للاعب جواد أمين لعبد الإله البريف. تمريرة من عبد الإله في المكان السليم، والعرضية من وسام هوساوي. فرصة أخيرة الآن من أحداث شوط المباراة الأول. الكرة لجواد أمين، عرضية في الأمام، البحث عن الهدف، والكرة الثابتة ملعوبة من عبد الإله البريف في الأمام، والراسية والتسديد الآن، والكرة يأتي بكرة الآن لليسار والميرسون. غارسيا عودة للخلف، لقاء أكثر روعة من شوط المباراة الأول. الفرصة الآن لنادي جدة في حافظة على الأقل على هذه النتيجة، والميرسون غارسيا في اليسار، هذه لجدة الآن، والدرعية لروشن في الموسم القادم حتى الآن، لكن ما زالت الجولات 8 جولات مباريات مهمة قادمة. مصلحة الحارثي أكثر من 9 تمريرات في وسط ميدان الجندل. عبد الإله البريف لاعب جميل في وسط ميدان نادي جدة. عبد الإله البريف دائما ما يكون الحل في كل الكرات، ودائما ما يكون هو صاحب الحلول في وسط الميدان. كرة من المدافع فيصل أبو بكر، يلعب الكرة في اليمين لكنها قطعت وعادت أمام، سريعة لجواد أمين، جواد أمين والمرور، لكن التمريرة تأخر فيها جواد، عادت لعبد الله. الحل الدائم لنادي يتسبب والميرسون بخطأ في الكرة الماضية للمدافع الفرنسي ثيبوت بير في الكرة. الميرسون والكرة لحارس المرمى متعب شراحيلي، متعب شراحيلي ينجح ويتصدى لهذه الكرة. هذه الكرة في أقصى اليسار، ممكن عرضية من ياسر الموسى، ممكن عرضية من ياسر الموسى. ياسر يلعب الكرة في الأمام، راسية لمختار، مختار حسام في هذا، مختار حسام في هذه الكرة لكنها عادة لوسام هوساوي. وسام لعبد الإله من جديد، عبد الإله يمرر الكرة لريان الحربي البديل الذي دخل في شوط المباراة الثاني. ياسر موسى لريان الحربي مجددا لعبد الإله البريف. انتهى الوقت الأصلي مشاهدينا الكرام. كم سيحتسب حكم اللقاء وليد المرداسي كوقت بدل ضايع لهذه المواجهة. ركلة جزاء لنادي جدة بعد تدخل من مين؟ الراسية ملعوبة. الهدف يأتي هنا لنادي جدة، عبد الإله البريف من نقطة الجزاء يسجل الهدف الثاني وهدف الانتصار. حتى الآن في وقت قاتل جدا يصل جدة للهدف الثاني والانتصار المهم في هذه المباراة، ويريد أن يصل للنقطة 34 من أجل ضمان البقاء من خلال هذه المباراة، بأن يعثر واحد من الأندية المهددة أيضا بالهبوط من خلال هذا الموسم. نادي الجندل يتسبب المعادة الآن وأصبحت مرتدة. عبد الإله البريف في اليمين، الراسية ملعوبة لعبد الإله من نجوم هذه المباراة. عبد الإله البريف يلعب الكرة عرضية في الأمام، والراسية، الله، مرت هذه الكرة، مرت من راسية، الله، مرت هذه الكرة.